يا مهندس، اخبارك يا حبيبي؟ ايه مالك كده؟ شايفك محتار وماسك التليفون كده ومحتار في ايه؟ انا حموكش، اخبارك يا حبيبي؟ والله شويه اسئله كده دينيه، انا متلخبط فيهم وعايز حد يساعدني في حلهم. طب قول كده يا مهندس ونحل مع بعض كده. والاسئله يا جماعه اللي احنا مش هنعرف نحلها يا ريت تكتبها لنا في الكومنتات حلها ايه بالظبط. قول يا مهندس، توكلنا على الله. خد اول سؤال اهو يا حموكش. ما هو العام الهجري الذي احتفل فيه المسلمين بعيد الفطر وعيد الاضحى؟ على ما اعتقد كده يا مهندس العام الثاني من الهجره. صح يا حموكش، الله ينور. طب يا حموكش، في اي يوم خلق سيدنا ادم؟ ده سؤال سهل وبسيط يا مهندس. يوم الجمعه. لا بجد، الله ينور. طب ما هو عدد السجدات في القران الكريم؟ يا ريت يا جماعه اللي يعرف جاوبة السؤال ده يكتبه لنا في الكومنتات. ما هو اول الايام التي خلقها الله تعالى؟ يوم الحد. الله ينور يا حموكش. طب كم مرة ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟ عليه الصلاه والسلام 4 مرات. ما هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم الذي لا تحتوي على حرف الميم؟ سورة الكوثر. طب من هي آسيا؟ هي زوجة فرعون. ما هي أول صلاة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. طب من هو الصحابي الملقب بأسد الله الغالب؟ أسد الله الغالب، أسد الله الغالب. يا ريت يا جماعة اللي يعرف إجابة السؤال ده يكتبه لنا في التعليقات. من هو النبي الذي يقتل المسيح الدجال؟ هو نبي الله عيسى عليه السلام. الله ينور عليك يا حموكش. هو أنت كنت بتذاكر من ورايا ولا إيه يا أبو الحنكيش؟ يا منس يا حبيبي، ده أسئلة دينية والمفروض على كل مسلم يكون عنده معلومات عن الدين بتاعه. عندك حق والله يا أبو الحنكيش. طب يلا يا سيدي كمل يلا. ماشي يا حموكش. طب من هو النبي الذي لقب بأبي الأنبياء؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. طب كم يبلغ طول سيدنا آدم؟ على ما أعتقد كده منس 60 ذراعا. يا ريت يا جماعة لو أنا صح تكتبولي في التعليقات، لو غلط تصححولي المعلومة. طب من النبي الذي يقرع باب الجنة يوم القيامة؟ دي مش عايزة إجابة زملاتس، الدنيا كلها عارفاها، وأنا هسيبها لحبايبنا كلهم يكتبها لنا في التعليقات. والنهاردة يا جماعة خلصت أسئلتنا الدينية، وكل يوم هنجيب لكم 10 أسئلة وبالإجابة بتاعتهم طول شهر رمضان. يا ريت ينال إعجابكم. ويا ريت يا حبايبنا اللي عجبوا الفيديو واللي عجبوا الأسئلة الدينية يدوس لايك ويشترك في القناة علشان تساعدنا في إننا ننشر الفيديوهات الدينية. وتصبحوا على خير يا أحلى جمهور في الدنيا.